جماعة احنا لقينا طريقة تودينا كأس العالم للأندية، ونادي الزمالك يصل لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. وعاجل عاجل 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 عاجل. واحد يقول لي ثواني اصلي في ايه بس يا فهمني، هفهمك وهقول لك على تفاصيل التفاصيل يا كاريزما، ولكن ارزع اللايك. ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك، وصلي على النبي وتعالى لي. كلنا منتظرين ان نادي الزمالك يروح بطولة كأس العالم للأندية، صح، وجات لنا على الطبطاب وعرفنا طريقة نروح بيها كأس العالم للأندية. واحد يقول لي ايه بس يا اصل الطريقة دي؟ هقول لك اولا لازم كل ما هو زملكاوي ينمننا. يعني ايه ينمننا؟ افهمك لان الطريقه دي حصريه ومحدش قالك عليها قبل كده. والطريقه دي هناخدها من مين؟ هناخدها من كهربا. يعني ايه هناخدها من كهربا؟ افهمك. كهربا لما خد البطوله رقم 10 مع النادي الاهلي، بطوله دوري ابطال افريقيا، قال لك صحيني على ال11 ونام لك ننا جنب الكاس، وقال لك صحيني على ايه؟ صحيني على ال11. فبالتالي بعد ما خد ال11 نام لك تاني وقال لك صحيني على ال12 ونام ننا اهو، نام ننا اهو، وصحي على ال12 خدها وقال لك صحيني على ال13 ونام لك تاني جنب الكاس وقال لك صحيني على ال13. فبالتالي الموضوع ده بقى بص طريقه مضمونه مع السكه وعلى الدغري، طريقه مضمونه، ولازم كل ما هو زملكاوي ينام ننا. نام يا هلا نام ننا. وهنكتب بقى جنبها ايه؟ يعني هننام كده ونكتب بقى صحونا على السكه وعلى الدور. واحد يقول لي بس ثواني يا اصلي الطريقه دي مجربه اهي، طريقه مجربه وطريقه ناجحه، وكهربا عملها اكتر من مره ونام ننا وصحي خد البطوله سواء ال11 او ال12 ونام لك تاني وقال لك صحوني على ال13. خلاص بقى طريقه مجربه وطريقه ناجحه. يا جماعه انا تعبان وعايز اخد بطوله دوري ابطال افريقيا، ما خدتهاش من 2002. عايز اروح كاس عالم للانديه مره واحده يا جماعه نفسي اروح كاس عالم للانديه مره واحده، والطريقه مجربه اهي وطريقه ناجحه واتعملت اكتر من مره وطريقه مجربه. فخلاص لازم كلنا ننام ننا، ونداء لكل ما هو زملكاوي نام يا هلا نام، خلينا نروح كاس عالم للانديه. مفيش طريقه اسهل من كده ولا في طريقه تانيه مجربه نعرف نروح بيها البطوله ونروح كاس عالم للانديه. ما ينفعش، ما فيهاش بقى، لازم نجربها، لازم الطريقه دي نجربها. ونداء لكل ما هو زملكاوي نام يا هلا بقى. طيب من هنا نيجي لنقطه تانيه اهم وانقح، وهي شيكابالا طلع مع كابتن ابراهيم فايق وقال له يا شيكا كان في لقطه بينك وبين امام عاشور في نهائي الكاس وهو حاطط بقه كده وبيكلمك، كان بيقول لك ايه يا شيكا؟ كان نفسي اعرف بيقول لك ايه. فشيكابالا قال له بص هو الكلام مش هينفع اقوله لك، بس في نهايه الكلام بتاع امام عاشور انه كان عايز التيشيرت بتاعي. طلعت انا امبارح وقلت الكلام مش داخل دماغي ولا الموضوع خايل عليا، لاني قبل الموضوع ده وقبل طريقه الكلام ديت كان في شد وجذب بين شيكابالا وبين امام عاشور، وحصل وقد كان. ايه هو اللي قد كان؟ كهربا طلع قال لك تفاصيل الموضوع كامله. طلع قال لك ايه بقى؟ طلع قال لك ان شيكابالا كان بيتكلم مع امام عاشور وبيقول له ايه بقى؟ انت هترجع نادي الزمالك اخر السنه. هترجع نادي الزمالك اخر السنه. طيب امام عاشور رد عليه وقال له ايه؟ قال له بقول لك يا شيكا انا في حته تانيه، فالموضوع انتهى والموضوع خلص. انا قلت يا شيكا الموضوع مش داخل دماغي ولا الموضوع دخل عليا على السكه وعلى الدغري. امام عاشور ايه اللي يطلب منك تيشيرت مثلا لان كان في جذب وشد والموضوع كان سخن، فبالتالي انا مش هكون بتخانق معاك وشادد معاك واجي اقول لك انا عايز التيشيرت، مش داخله دماغي نهائي. وبعدين سؤال تاني بيطرح بلح، لما جه كابتن ابراهيم فايق سال مثلا شيكابالا وقال له ايه؟ قال له بقول لك يا شيكا هل توافق على عودة إمام عاشور إلى نادي الزمالك أم لا؟ شيكابالا قال له لا. طيب هنا بقى نيجي لنقطة مهمة، هو شيكابالا أصلا يعني هو وظيفته إيه في نادي الزمالك؟ لاعب كرة قدم، ولكن مش رئيس نادي إن هو مثلا يقول لك إمام عاشور يعود لنادي الزمالك أم لا. هو الموضوع مستحيل إن إمام عاشور يفكر في العودة إلى نادي الزمالك، ولكن خليني معاك واحدة واحدة.
هل شيكابالا صاحب قرار اصلا في عودة امام عاشور من عدمه؟ لا. طب هل شيكابالا رئيس نادي الزمالك ويحق ليه عودة امام عاشور ولا لا؟ لا. طب هل امام عاشور لو فكر العودة الى نادي الزمالك شيكابالا اللي هيقول له ما ترجعش؟ لا. ده كله علشان خاطر ان امام عاشور مضى للنادي الاهلي. طب مش شيكابالا يا جماعه مضى قبل كده للنادي الاهلي، وشيكابالا طلع قبل كده برضه وقال لك ان انا عايز اعتزل في نادي الاسماعيلي، والموضوع عدى يا شيكا ورجعت نادي الزمالك عادي جدا. واكتر من لاعب ساب نادي الزمالك ورجع عادي جدا جدا جدا. وزي ما انا قلت لك امبارح يا شيكا يا ريت ما نعرضهاش، لان لو امام عاشور فكر انه يرجع نادي الزمالك كلنا هنرحب بيه. طيب من هنا نيجي لنقطة مهمة جدا، وهي النقطة دي يعني بيني وبينك انا ما فهمتهاش الا النهارده لما كهربا طلع مع كابتن سيف زاهر. شيكابالا امبارح طلع قال لك ان انا مش من نوعية اللعيبة اللي بقول لك بابا ومش عارف ايه والحكاية والرواية، وطلع هنا قصده على مين؟ بيرمي على كهربا. كهربا طلع النهارده ووضح النقطة دي مع كابتن سيف زاهر وقال لك ان انا اي حد كبير في السن فبحترمه وبقدره وبطلع اقول لك مثلا ده بابا ده ابويا الروحي الكلام ده كله. طيب ما هو الكلام ده يا شيكا انت كنت بتقوله ايام الرئيس السابق لنادي الزمالك، وطلعت قلت له انت الاب الروحي وانت ابويا وانت ولا انت جداري يا عم شيكا. ولكن احنا بننسى، المشكله ان احنا بننسى. فيا ريت لما نيجي نتكلم نبقى واقعيين في كلامنا وما نرميش على ناس كلام. بص هقول لك على حاجه كلها معروفه، وانا عارف ان انا في الحلقه دي هتشتم، ولكن انا بقول لك الحقيقه وما بحبش حد يشتغلني ولا بحب حد يستخف بعقلي. على السكه وعلى الدغري خليني واضح وصريح معاك. شيكابالا طلع قبل كده مع رئيس نادي الزمالك السابق زمان لما كان بيجدد له العقود وكان بيقول له انت ابويا الروحي وانت ولا انت ايش داري، فما تشتغلنيش وتستخف بعقلي، لان الكلام ده كله لو انت مش مقتنع بالكلام خش شوفه وهتلاقيه موجود. ابحث يا عم، مش هتاخد ب 2 جنيه بحث، هتخش هتلاقي كل اللي انت عايزه. ولكن هنيجي بقى لنقطة مهمة جدا، وهي في تصريح كهربا قاله انا بص استوقفني كده، يعني دماغي رسترت فيه ودماغي عملت ايرور. سيف زاهر بيقول له ايه هو سر نجاح النادي الاهلي. كهربا سكت كده وقال له ايه؟ قال له ان في النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها النجم الاوحد. دي مشكله احنا بنعاني منها كنادي زمالك. كنا بنطلع نتكلم، وبعض من الزملكاويه اللي كانوا بيطلعوا يتكلموا ويقول لك يا جماعه بلاش حته النجم الاوحد في نادي الزمالك والاسطوره والكلام ده، لان حته النجم الاوحد بتسبب احباط للفريق بشكل كامل. ولما كنت بطلع اقول لك الكلام ده كان بيطلعوا بعض الزملكاويه يا متزاملك. لما كهربا يقول لك سر نجاح النادي الاهلي انه فعلا ما فيهوش النجم الاوحد في النادي، وان السيستم ده هو اللي داير ان في النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها نجم اوحد، ده اللي منجح منظومه النادي الاهلي. وللعلم المشكله اصلا في الحته دي بالذات وبالاخص لان دي بتبوظ لك غرفه خلع الملابس وبتبوظ لك اوضه اللبس بشكل عام. فبالتالي المشكله هنا في نادي الزمالك ان انت عامل نجم اوحد بيتصرف زي ما هو عايز، عامل نجم اوحد غير مسؤول، عامل نجم اوحد ساعات بيخليك اللعيبه تتمرد على المدير الفني، عامل نجم اوحد مش باصص اللي انا فقط لا غير وانا اللي موجود في الفريق وانا اللي من حق اعمل كل حاجه في الفريق. وده غلط ودي مشكله كارثيه مش هتتحل في نادي الزمالك الا بعد اعتزال شيكابالا. دي من وجهه نظر شخصيه. وبكده نكون وصلنا نهايه كلامنا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقه تنول على اعجابكم. ولو عجبتك الحلقه كاريزما ارزع اللايك. سلام عليكم.